السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة دايما في قناتكم قناة دينا. اليوم ان شاء الله جيتكم بهاد المادلان ولا الكاب كيك يجي بزاف خفيف وهش وتحضريه في وقفة، وراح نقول لكم السر باش يجيكم هش وخفيف كيما اللي ينشروه من برا، وتقدري ديريه فاخسي ولا محشي بالشوكولا. بلا ما نطول عليكم ويلا نمروا المقادير وطريقة التحضير. وقبل ما نبداو ما تنساوش تشجعوني بجام وكومنتير شباب كالعادة. الحاجة الاولى راح نجيب الغيسيبيون تاعي وندير فيه 2 حبات تاع بيض، يكون درجة حرارة الغرفة والحجم تاعهم متوسط. 2 حبات بيض راح يديروا لنا كمية هايلة. راح ندير هنايا كاس تاع سكر مع رشة تاع لافاني. وحاجة واحدة اخرى ما راحش نستعملوا الباتور هكذاك ويجيكم خفيف وطالع كيما شفتوا في بداية الفيديو. كاين بزاف اللي ما يطلع لهمش المادلان تاعهم، راح نقول لكم السر في الفرن هكذا باش يجيكم طالع. هنا ضفت رشة تاع الملح وزدت بو ياغورت ناتور، اي علبة ياغورت ناتور تقدروا تستعملوها ولا ذوق فاني، خاطرش اذا استعملتوا ذوق واحد اخر احنا راح نديروه او شوكولا، تسمى راح يمد لكم ذوق ماشي بنين بزاف، وراح يتخلط لكم الاذواق ما راحش تجيكم كامل بنينه. هنايا راح نزيد نضيف كاس تاع زيت، نفس الكاس اللي قسنا به السكر. والناس اللي ما تحبش حاجه حلوه بزاف تقدروا تنقصوا كميه السكر، يعني ديروا كاس ناقص اسبوع تاع السكر هكا باش ما تجيكمش الحلاوه بزاف. يعني هذا الحلاوه تاعو راح تجي معتدله، تجي سوا كما نقولوا. بصح قلت لكم اللي ما يحبش حاجه حلوه يقدر ينقص السكر، دائما نقدروا نتحكموا فيه في الحلويات، نقصوا ولا نزيدوا على حسب الرغبه. وهنا راح نزيد معاهم كاس تاع حليب، يكون شويه دافي من الاحسن هكا باش يزيد يذوب ليه هذاك السكر اللي بقى يعني ما ذابليش، باسكو ما راحش نستعملوا الباتور. الحليب هذا راح يعاوننا باش يذوب لنا السكر وما يبقاوش فيه كامل حبيبات. هنايا راح نبدا ندير في الكاكاو. راح نستعمل 2 مغارف تاع كاكاو بني هذاك المر، ما تستعملوش هذاك الاسود. تقدروا تروحوا حتى ل3 مغارف. هذاك الكاكاو الاسود ماشي بنين، يجي شغل مر وكامل. هذا البني ريحته بزاف هايله، تسمى هذا خير. وبيان سور لازم تغربلوه الكاكاو تاعكم، توجور الكاكاو نغربلوه باسكو يبقاو فيه هذوك الحبيبات تسمى راح يعيونا، نبقاو غير نخلطو ويا ربي اذا يروحوا، تسمى استعملوا يعني غربلوه. الفارينه فيما يخص الفارينه استعملت حنايا كاس ونص. واذا شفتوا بلي القوام تاعها راهو خفيف بزاف تقدروا ديروا 2 كيسان غير ربع، باسكو كاين فارينه يعني ما تشربش كامل. وراح نزيد لهم هاد الفيرميسال وشوكولا، زدتها لداخل. ولا تقدروا تستعملوا لي بيبيتو شوكولا ولا قطع تاع الشوكولا، تقطعوها هكا بالموس تكسروها شويه وتحطوها لداخل. ولا تقدروا ما تضيفوا والو تاني كيجي بنين. ولا كان عندكم لاغوم تاع البندق، لاغوم تاع البندق بزاف بنين. انا نستعملو كي ندير عفسه هكا تاع مادلان ولا مسكوتشو ولا بالشيكولا، نستعمل ليكستري تاع البندق. صدقوني راح يجي بزاف بنين. هنا كنت غنجقت كامل الدنيا بالفارينه، الوغ مسحت وراح نكمل. استعملت تانيك ساشي تاع خميره كيميائيه، وهذا هو القوام اللي راني نحوس عليه، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، باسكو اذا كان خفيف خياتي آه راح يجيكم هش بفاصون ماشي مليحه، يعني حيجي خفيف بزاف لدرجه وين ما يجيش بنين. تقدروا تاني قلت لكم ديروا هكاك 2 كيسان غير ربع حتى ل2 كيسان على حساب الفارينه تاعكم. دو توت فاصون المادلان مليح كي يجيك حاكم روحو، خاصه كي نقدموه مع قهوه حليب ولا مع جو كابابل ينجز كي يكون خفيف. مي بصح مع الحليب انا نحبو يكون حاكم روحو، يعني صراحه انا شخصيا نحبو يكون حاكم روحو. هنا كنت درت لي كيسات هادوما كامل في البلا هذا اللي يجي تاع المادلان. وبديت درت في لابوش هكا باش تكون الخدمه نقيه، خير ملي تخدموا بالمغرف ولا. بعد ما كملت عمرتهم كامل والفور تاعي راهو يسخن، يعني راهو مسخن من قبل، شعلته كي بديت الخدمه. بديت نحط لي بيبوتو شوكولا من الفوق، ولا تقدروا تزينوها بالكاوكاو ولا لوز ايفيلي ولا الحاجه اللي كانت متوفره عندكم، ولا من هذوك الفيرميسال اللي درناها لداخل تقدروا تزينوا بها. كنت خدمت معاكم واحد المادلان خطرة، تقدروا مور ما يطيب تدهنوه كامل من الفوق بالمعجون ولا، وتغطسوه في هذوك الحبات تاع الفرميسال ولا لي بيبيت ولا نتوما واش راكم حابين. يعني تقدروا تستعملوا التزيين قبل ما تطيبوه ولا بعد ما تطيبوه. هنا دخلته الفرن مدة
10 دقايق حتى ل12 دقيقة هكداك ولا 15 دقيقة كل وحدة والفور تاعها. أنا الفور تاعي فونتيلي باش تعرفوا بلي طابت تدخلوا هكا بيك لداخل المادلين تاعكم يكون واجد. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه خاطش بزاف سهله خفيفه وبنينه وتحضريها في وقفه. شاركي الفيديو هذا كامل مع احبابك، واذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم هكا باش تشجعوني وتحفزوني نزيد نحط لكم فيديوهات اكثر واكثر. واللي حب تتابعني على الانستغرام راح نخليه لكم اسفل الشاشه والرابط تاعو في صندوق الوصف. الى لحقتوا الدقيقه هذه من المشاهده نقول لكم يعطيكم الصحه. اذا ما كنتوش ابوني واول مره تشوفوا القناه ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم جديد الفيديوهات اللي راح نحطهم تاع الوصفات وتاع الروتينات التحفيزيه، نصائح للمراه. يعني القناه هذه راهي متنوعه وان شاء الله نقدر نفيدكم بحاجه اللي نقدر عليها والحاجه اللي تعلمتها. وتهلاو في روحكم خياتي ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.